السلام عليكم. بداية فيديو جديد يعتبر بقى زي ما هو قال لكم. ايه ده؟ نبدأ. بص بقى، يعتبر احنا هنتكلم كلام جد كده شوية. يعتبر السنة ال 2022 دي احنا اتمرقعنا فيها كتير جدا، سيبوكوا بقى منها واعتبر ان السنة دي ما عدتش علينا خالص، عشان احنا اصلا يعتبر ما عملناش فيها فيديو بالنسبة لنا، ما عملناش، وبالنسبة لاسماعيل ما عملناش فيها فيديو عادل بصراحة. وكل ما نقول هنرجع مش عارف كان بيحصل ايه، فهبتدي على نظافة ونبتدي فيديو على الجد في 2023 وبإذن الله من غير أي حاجة. 23 سنة 2023 بتاعتنا بعون الله من غير كلام. فقبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله من غير كلام اعتمدوا على انا واسماعيل بس الفترة الجاية في القناة. أي حد يظهر معايا تاني كبروا دماغكم عنه، أي حد هيظهر عادي يظهر عيب، لا ما تعتمدوش عليه. خلاص حبيناه، لو حبيتوه هو بقى عايز يثبت معانا ما ثبتش خالص، انما اعتمدوا عليا انا واسماعيل، لان اسماعيل كده اساسي وعرفكم دي تاني سنه اسماعيل يبقى معانا. فمن غير كلام كتير احنا النهارده قلنا هنروق كل الجنينه دي زي ما انتم شايفين. الاستوديو بتاعنا جنينه. زي ما انتم شايفين. تعالى بقى نديكوا ايه لقطه كده، نظره عامه قبل ما نبتدي فيها. يلا بينا. طبعا زي ما انتم شفتوا خرابه، اعتمدنا المره دي ومن غير كلام ان احنا خرابه والله نتعب فيها. السنه اللي تعبنا فيها بس كبرنا دماغنا ما كملناش فيها. وعايز اقول لكم من غير كلام بعون الله احنا هنعمل الحته دي هتبقى استوديو تصوير فيديوهات. والناس اللي عايزه تيجي تصور، لو انت عايز تيجي تصور احنا مكاننا في مدينه السلام. لو عايز تيجي تصور انتوا عارفين فوتوغرافر، فهسيب لك الانستا بتاعتي تحت في الديسكربشن، وهسيب لكم الانستا بتاعت اسماعيل برضو اللي عايز تشيك. كل مره بقالك سنتين بتقول لهم هسيب لكم الانستا بتاعت اسماعيل تحت وبص في الاخر نلاقي الفيديو كده. يلا بينا على الفيديو. لا هسيب لكم والله الانستا بتاعت الشغل، هو هيرد، هو مش بيعرف حاجات كتير، بس انا هدربه عليها الفتره الجايه. والله هدربه على الانستا الفتره الجايه. فهيبقى استوديو تصوير سيشنات واستوديو تصوير فيديوهات لينا، برضو هنصور في فيديوهات لينا. وباذن الله بعون الله احنا اعتمدنا وكلمت اسماعيل قلت له احنا الجنينه دي احنا هنعملها ونستغلها استوديو ونعملها. يعني المره دي يا اسماعيل احنا عايزين نتكلم بجد فيها. قال لي يا عم على الله واحنا ايه هنعتمد فيها. فمن غير كلام كتير عارف انا طولت عليكم شويه، بس باذن الله سنه 2023 دي بتاعتنا. فيا ريت قبل ما نبدا الفيديو. معلش احنا اتاخرنا زي اتاخرنا ايه عشان بس والله لازم اسالوا. انا كان عندي شغل في راس السنه تصوير كتير يوم راس السنه والله العظيم. يعني عايز اقول لكم حتى كان في سيشن كنت بصوره، في ناس يعني اتاخرت عليها في السيشن حتى اتضايقوا مني شويه، فكنا مشغولين. هو برده كان شغال. فاحنا بقى ايه، حتى انا هدوس على نفسي وهركز في اليوتيوب اكتر من التصوير، لان اليوتيوب ده حاجه. انا جايب الكاميرا اللي انا بصور بيها دلوقتي عشان خاطر اليوتيوب، ولا مش جايبها عشان السيشنات. فمن غير كلام يعني قلنا يا جدعانه كده كام سيشن للحبايب. قلنا هنبتدي يعني فيها. فمن غير كلام كتير ما تنسوش دلوقتي تنزلوا تعملوا سبسكرايب للقناه او اشتراك للقناه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. مش تخسر حاجه لما انت تعمل لايك عشان تشجعنا احنا في فيديوهات كتير الفتره الجايه. وزي ما قلت لكم هسيب لكم انت تسمعين. لا اهم حاجه الناس تعديك يا بابا. ايوه زي ما هو قال لكم والله. فمن غير كلام كتير يلا بينا اوريكم احنا هنعمل فيها ايه دلوقتي. معانا كوبايتين الشاي ونوريكم. احنا يعتبر احنا مش خلصنا جزء. بص هنا ماشي بالعدسه، احنا مش خلصنا جزء، احنا يعتبر خلصنا تلت ارباعها، يعني مش ناقص فيها غير ناقص الجزء ده. بجد الشخصيه يعني بجد يا جدعان اكتر حد يستحق اللي هو يكمل معايا على طول، لانه بجد اكتر حد بيتعب معايا. يعني اكتر، يعني هو سايب شغله والناس عماله ترن عليه وتعب معاه جدا. يعني احنا بقى ايه على الله يا جدعان. هات كوبايتين الشاي. احلى مسا عليكم مع احلى كوبايتين صحتك. اشرب.
يلا يا ابني عشان نكمل. يا ابني انت بتشربش الشاي ليه يا اسطى انا اقول لك وربنا يا ابني الشاي ما بشربه كذا مره تعمل لي برضه شاي وربنا يا ابني ما بحبوش. يا ابني فيها ايه ده كوبايه شاي ما انت خلصتها يا طب. يا اسطى انا احسه كده وحش. وحش قلت خالص؟ يا ابني يعني وحش خالص يعني. مش عارف اقول لك وربنا انت بعد كده هتعمل لي طب قول لهم سلام يلا تعالى نديهم جوله. قول لهم يلا تعالى خدوا جوله. خدوا الجوله يا جدعان. خلاص احنا كده خلصنا. نقدر نقول لكم اللي احنا كده خلصنا. تعب والله العظيم اكتر من انتوا هتشوفوا الفيديو اصلا اللي هو تعب فيش ثواني، بس هو التعب والله العظيم اكتر من 3 ساعات ولا فاهم. فاحنا تعبنا جامد جدا بس كل ده عشان احنا لازم. فهنديكوا لفه بقى خالص بعد ما احنا خلصنا. وده يا جدعان احنا تعبنا قوي فيها. ده الراجل ده تعب جامد قوي يعني. الراجل ده يا عم محسن ان انا عامل نظافه الراجل ده. ف احنا برضو ايه طبعا احنا كده نضفناها. هنبتدي برضو احنا نصور فيها كذا فيديو الايام اللي يعني يعتبر احنا في فيديوهات كتير هنصورها هنا. كل الفيديوهات اللي يعتبر احنا هنصورها كل الفيديوهات اللي احنا هنصورها بتبقى هنا. بس ايه اللي احنا هنجيب بقى مثلا اي حاجه نظبطها هنا برضو عشان ده يبقى استوديو تصوير. مقالب بقى تبقى هنا. اي حاجه تبقى هنا بقى فيديوهات هنا. كل حاجه هنا. كل حاجه تبقى هنا. فيا ريت الفيديو يكون عجبكم ويا ريت تبقى سنه سعيده عليكم وعلينا. ويا رب كده نفضل معاكم يعني مش هنتاخر عليكم برضو في اي حاجه. ويا ريت بقى بعد التعب ده كله عشان انا مش قادر امسك الكاميرا اصلا. فيا ريت بعد التعب ده كله ما تنساش بس ان انت تعمل لنا لايك. ما تنساش ان انت تعمل لنا استنى الفيديوهات الجامده كتير. انا كده بص الأيام اللي جايه جلابيه سنتي لا جلابيه كوفيه يعني ما تقلقوش. ماشي. الفيديو الجاي هيبقى هنا يا جدعان. كل الفيديوهات اكترتها جنة. بصوا كل الفيديوهات تبقى اكترتها يعني. بس لو فيديو بقى مثلا ايه مثلا في صحراء وعايز ناس كتير طبعا هيبقى بره. ومعانا برضو التورسيكل هنروح بيه ومعانا كل حاجه. فيا ريت ما تنساش يا جدعان لايك والاشتراك لو انت مش مشترك. انا عايز اعرف انت هتخسر ايه. ايه اللي انت اوعى كده انت امشي. انت يعني بتستفاد ايه لما يعني تستفاد ايه يعني انت يا لهوي على الغباره. بص يا جدعان مش هتشوفوا بس اهم حاجه يا جدعان تعملوا لايك تعملوا سبسكرايب او اشتراك للقناه. يا رب بس تعملوا اشتراك للقناه. لا يا جدعان مش هتخسر حاجه والله. مش هتخسر حاجه. مش هياخد والله ما يسحب مني الجنيه. خده مننا يا عم يبقى احنا هنديك الجنيه بس اعمل لنا اشتراك. ابعت لك كارت فكه ب 8 ب 9. وما تنسوش اسيب لكم الانستا الانستا بتاعي زي كل مش زي كل مره. يلا بقى عشان الاذان هيدن نقول لهم السلام عليكم ونشوفكم الفيديو الجاي. سلام.